نصيحه مني هتغير حياه اي حد مشتت دايما وبيحس بخنقه على طول وبيحس ان الدنيا كلها عليه لوحده. بص يا حبيبي، انت مش لازم تعمل فيها بتفهم في كل حاجه، ومش لازم تمشي الحياه على مزاجك. انت مش مطالب ان انت ترد على كل حاجه ولا تحل كل حاجه، انت بس مطالب ان انت تركز في نفسك وبس وتسعى، لان هو ده اللي هيريح بالك. لان في الاول وفي الاخر انت مش هتغير الدنيا، وكل حاجه بتقاوح فيها بتنقلب ضدك في الاخر. فانت لابد ان انت تقلل من طريقه استقبالك وطريقه استيعابك للحاجات اللي بتعكر مزاجك وبتضايقك، لان سبب شقائك في الحياه معظمه الضغط النفسي، وان انت تسمع من ده وتشيل من ده وتفكر في اللي جاي واللي فات واللي ما حصلش اصلا. العلماء بيقولوا ان اللي بيريح الانسان مش اللي حواليه، اللي بيريحه هو تفسيره للي حواليه. يعني مش الموقف اللي بيتعبك، ده دماغك هي اللي بتقرر تتعب ولا لا. فعلم النفس بيقول ان المشاعر السلبيه بتيجي من طريقه تفكيرك مش الواقع نفسه. يعني لو فهمت اللي بيحصل حواليك صح هتهدى، ولو فضلت تكبر وتضغط هتتعب حتى لو الدنيا هاديه. فانا عاوزك تخلي بالك من نفسك وتعرف ان راحه البال اساسها مش بره، الراحه موجوده جواك، فانت لازم تسيب لها مكان تدخل فيه.